غلبني الكره. قلت صافي خاصني نرجع للبيا. ولا من قال لي يا هذيك الكلبه اللي بقى، قالت لي ساره انا مستعده نعاونك باش تمليو بقات المهله البنات ديال الربيع. كل بدايه نهايه نقولوا سالينا، ما عرفتش مازال ولا هنا ساليت، والله ما عرفت الكبيدات ديالي. نبداو منين ريبوا لي داري على بركه الله. كيف ما كتشوفوا في الفيديو ما غندخل لدار جديده، غتكون نهايه ديال المواجيع وصفحه جديده ان شاء الله. المهم البنات كاع اللي كتقولي ساره قويه، اليوم غتعرفوني مزيان. وبزاف ديال الناس ما فاهمينش كيفاش ساره وصلات، كيفاش ساره خلصات، كيفاش ساره رغم الفيديوهات كانت كتبكي. واليوم خاص كنت كنحرق لكم المراحل وما كنتش غادا معاكم دقه دقه. وبزاف ديال الناس ما فاهمينش، كاين اللي كيقول كتكذبي كل وشنو كيقول. وبطبيعه الحال تحيه كبيره لي فان ديالي الغالي اللي كيبغيو ساره ومتبعينها وفاهمين وعارفين كل شيء. المهم في هذا الفيديو ان شاء الله غنعاود لكم القصه كامله من البدايه حتى الاخر. وبغيتكم كاملين تسمعوني البنات وتجاوبوني بقلبكم، تخليو لي تعاليقكم، وان شاء الله باش نبداو صفحه جديده ان شاء الله. المهم البنات غنبداو منين خرجت من داري اللي في دربلوبيله، الدار اللي كنت مسميه القصر الكبير، قصر الصغير، الدار اللي بزاف ديال الناس عيروني بالراكه، وبزاف ديال الناس بغاوني فيها بالعفويه وبكل ما كنت كنبارطاجي معاكم، وكانوا باغيني بصدق وبغاوني في هذيك الدار الصغيره. ولكن للاسف ان كل شيء تقلب، الامور كلها تغيرات. نقولوا ان ماشي غلط، بالعكس فهي غير دروس عطاتها لي الحياه باش نتعلم. خرجت من داري البنات مشيت كريت. علاش؟ باش نخلي البلاصه العائله ديالي يتوسعوا. قلت مع راسي ماشي مشكل، انا نصبر. تخيلوا شنو وقع، تخيلوا معايا البنات شنو وقع. تخلاو عليا مرض، درت عمليه، ولا واحد البنات سول فيا، لا واحد قال الله يشافيك يا ساره. تقهرت، غلبني الكره. قلت صافي خاصني نرجع لداري، داري اللي ديالي، اللي ملكي، اللي من حقي، اللي كنت مرتاحه فيها بزاف. من بعد البنات بطبيعه الحال ما تمحنت وتعذبت بزاف ملي خرجت منها. وهنا الكبيدات ديالي كانت الصدمه الكبيره ملي بغيت نرجع. الصباح كنتفاجئ تليفون السلطه كتقول دارك خاصها تخوى في اقل من 15 اليوم. الكبيدات 15 اليوم. ولادي فين غيكملوا قرايتهم؟ ولدي الصغير فين غادي يقرا دابا؟ بلا مدرسه؟ وانا مريضه البنات مقهوره كنبكي. بطبيعه الحال البنات كنت كنبارطاجي فيديوهات في يوتيوب، المعاناه ديالي كلشي كنت كنبارطاجيهم معكم. غير هي انا ما كنتش كنتبع معكم، ما كنتش مداومه معكم. يعني كنقدر نحط لكم الفيديو كنغبر كنقول بلا ما نطلع بطاقه سلبيه انا مقهوره وربي ليها البيا، كنطلع كنضحك. بزاف ديال الناس ما فهموش، شافوا الامور انها ما مهم، ان يمكن الناس ما صدقوش، الناس ما فاهمينش، الناس ما عرفوش. قلت لكم البنات منين حطيت الفيديو كنتفاجئ بمكالمه واحد السيده الله يجازيها بخير، الله يشفي لها رجلها والله يرحم الوالد ديالو يا ربي. بغيت دعواتكم مع الوالد ديالو. قالت لي غادي نعطيك الدار حتى تاخدي السارود ديالك ساره. وما نكذبش عليكم البنات، بكيت فرحت
كيفاش غنمشي لدار ماشي ديالي، الناس ما كنعرفهمش، والغريبة البنات انهم حاطين فراشهم وثقوا بيا، ثقت بيا الله يجازيها بخير. ما عرفت البنات من بعد 3 ايام اقتنعت، خملت الدار، قاديت حطيت فراشي، كنشوف في الفراش. المهم درت ما في جهدي انني نحاول كاع داكشي اللي عشتو نحاول نغير ونضحك ونبتسم، وانا دائما كانت الابتسامة على وجهي رغم انني كنت كنموت البنات. حتى كنتفاجئ تا هاد الدار غادي تريب، خاصني نكري عاوتاني، شكون غادي يوقف معايا؟ شنو غندير يا سيدي ربي؟ عاوتاني البنات غنعاود لكم هاد القصة، والله العظيم الا تهدى من الجبال. شكون غادي يوقف معايا البنات؟ واحد صاحبتي من بعد مهلة كبيرة وحنا مخاصمين، ما نقولوش مخاصمين، كان الخصام كان الغيار عادي، خواتاتو كيتخاصموا، عيطات ليا وقفت معايا، بغيت نقول لها الله يخلي لك بنياتك والله يخلي لك صحيحتك، ونكال الخير راه ولد الحرام. وقفت معايا بصح وكريت هاد الدار هادي اللي انا فيها دابا، اللي ماشي انا دابا فيها. كنعاود لكم هاد القصه وانا غدا غنمشي منها، غنعطي الساروت لمالين الدار وغنمشي، ولكن هاد الخرجه غادي تكون ساره وحده اخرى، ثقوا بيا البنات والله. كريت هاد الدار، وجيت ليها بديت كنرتاح، ولكن البنات المشكل ما سالاش هنا. كنتفاجئ قدينا الوريقات المسائل ديال الدار اللي غنستافدو، كنتفاجئ ان عندنا مهلة ديال 15 يوم خصنا نخلصو 2 مليون. كنخلص الكرا، المعيشة، نتوما راكم عارفين امين خدام على قد الحال، انا القناة ديالي واقفة من الربح، ما معاونة بتا حاجة، ما عنديش بيع وشرية، ما كندير حتى شي حاجة، يعني هاز مسؤولية كاملة، كرا، مصاريف الدار، كلشي البنات. خاصني نخلص الكرا 2 المليون، الكرا 2 المليون، منين غنجيب هادشي؟ حرت البنات، كنت غادي نحماق. ملي كندوي البنات على راسي راه كنبغي ندوي زعما انا وياه غنحماق من كتر التفكير البنات. راجلي والله دار كسيدة هو وولدي يحفظهم الله ليا كنت غادي نحماق. تخيلوا معايا البنات، حطيت فيديو في يوتيوب، راجلي دار كسيدة ولا من هز التليفون واتصل بيا ولا من قال لي يا هذيك الكلبه كيبقى راجلك. وراجلي البنات عيبو بعيد، ما عمرو ما اذى شي واحد ولا خلاه في شي واحد، ولا بالعكس انا اللي كنت كنتحداه ونهز نطي البنات ونشد طرقان ونخليه. ولا البنات واحد التليفون وقال لي يا هذيك الكلبه كيبقى راجلك اش درتي؟ واحد النهار كنت انا المساند الرسمي، اي واحد كان كيطيح. كسيدة 2 المليون ملي غنجيبها، راجلي جلس ما بقيت لقيت ما ناكل البنات، ما عمرني ما طلعت اليوتيوب قيم ولادي جيعانين ولا باغا ناكل، بلا ما كنتش كنرضى، ما كنقدرش البنات. تخيلوا معايا الكبيدات ديالي، انا اللي هزيت التليفون وعيطت، واللي عاوني بشي حاجه ولا اللي دار شي حاجه يطلع ويكذبني. ما نحلف البنات
اتصلت بساميه مرت خويا، قلت لها ساميه عافاك واش تقدري تسلفيني 2 المليون؟ بصح البنات ساميه ديك الساعه كانت غتشري الدار، قالت لي ما كرهتش ساره نوقف معاك الله يجازيها بخير، ولكن عارفه اننا غناخذ الدار. بصح البنات ديك الوقيته خدات الدار ديالها، الله يسهل عليها والله يكمل عليها هذيك الانسانه. بصح البنات ما شفت منها غير الخير. حتى كنتفاجئ انها فرصت ليا 1000 درهم، قالت لي ساره نقدر انا نعاونك، انا شوف اللي كاين كاين واللي ما كاينش ما كاينش، ولكن تحسب لها الكبيدات. خليت المهم انا ما جيتش باش ننتقد ولا باش ناتاكي شي واحد ولا لا، بالعكس انا كنعاود لكم القصه ديالي انا اللي مريت منها، تهدم الجبال ومازالني الحمد لله واقفه. فهذاك النهار هذاك ما خليت ما اتصلت البنات، كنتفاجئ بمكالمه ماشي من المغرب. تخيلوا معايا البنات وربي شاهد على ما اقول، تواصلت معي واحد السيده، ساره كي دايره صافا بخير كيبقى الزوج ديالك، حطمها الفيديو بكات معايا، بغيت ربي يرحم ليها الوالد ديالها يا ربي في هذا النهار، لان بصح هذيك السيده كانت المساند الرسمي ديالي انا في هذيك الوقت. قالت يا ساره بغيت نعاونك بواحد المبلغ، ما عرفتش ما نقول لها البنات، غرقت بيا الدنيا، خاصني 2 المليون، ما معاوني حتى شي واحد. كطرح ليا شي اسئله حشمت نجاوبها، ساره واش العائله ديالك ما يمكنش غيكونوا عاونوك؟ قلت لها لا او ما يمكنش. المهم باختصار القول البنات كانت غادي تعاوني، تغيرت المحادثه، تغير الكلام، كلشي تبدل. داكشي اللي اتصلت عليه، اللي اتصلت بيا زعما عليه ماشي هو هذاك اللي بقى. قالت لي ساره انا مستعده نعاونك ب 6 مليون، بقات المهله البنات ديال 4 ايام. كنقول لكم 4 ايام كيخصني نحط 2 المليون والمهله غادي تنتهي. هذا هو المحاج الملكي، دمرني البنات، بصح دمرني. شنو نقول لكم البنات، بغيت نصرفق راسي، واش انا كنحلم، واش انا فايقه، واش هاد السيده بصح كدوي معايا بصح؟ بغيت نفيق البنات. وعلاش قالت لي في الاول نعاونك شويه غنسلفك، واش بصح هاد السيده واش وحده كتضحك عليا؟ حيت بزاف ديال الناس البنات كيضحكوا، بزاف ديال البنات تواصلوا معايا كذبوا ما كاين والو، الله يعاون كل واحد. بصح البنات السيده كانت صادقه ونعمه التربيه، انسانه غزاله ما شاء الله، ربي يكرمها ويزيدها من نعيمه يا رب، تستاهل كل الخير. وناس الخير ربي كيبقى يبين عليهم الخير والتواضع ولا كلاس والجمال ما شاء الله. قلت لكم البنات باش ما نطولش عليكم، ضبطنا الامور، تلاقيت مع السيده، تخلصت ديك 2 المليون في الوقت المحدد الحمد لله ولله الحمد. ما سالتش هنا البنات، سالتش هنا. عندي واحد المونطون خصني نحطو كل شهر مع السيده بالاتفاقيه القناه، كانوا عطاوني واحد المهله ان في شهر 4 غادي يتقاد لي المشكل وغيتفك لي الارباح. فقلت انا ان شاء الله غنبدا نتخلص، وهذا الشيء هو اللي قلتو ليها. قلت ليها ناخذ انا واخا انا قابله، ولكن ما غنقدرش نبدا معاك مثلا من الشهر الجاي، غتعطيني واحد المهله ديال 3 شهور عاد نقدر نعطيك. قالت لي ساره انا احترمت الراي ديالك وكبرتي في عيني لانك صريحه. بصح البنات ما قدرتش نعطي هذاك المبلغ ابتداء من داك الشهر. القناه ديالي ما رجعتش ليا، الكرا كيخصني نحط 42 الف ريال ديال النوطير، كيخصني نخلص المبلغ ديال 1500 درهم السيده ابتداء من شهر 4. كي غندير لهذا الشيء؟ هنا بدات الامور كتكبر عندي، بدات الامور كتعقد عندي. هنا المصداقيه ديالي مع السيده غادي تمشي، الكرا ما غيرحمنيش،
حتى شي حد ما غيرحمنيش. الاجراءات ديال الدار خصها تكون سريعه باش تفك المشكل. آه، ما البنات ما شنقول لكم، والله العلي العظيم البنات الا انا كنت تقتل عرق بعرق تنصبر فراج اليوم مغط في الفراش، تركسيده خايبه، الموتور خاسر مليوح ما خدامش، كنتقاتل انا وليداتي. تخيلوا كنطيب غير الخبز واتاي اللهم لك الحمد، كندير داكشي اللي قسم الله وكنبكي وكناجد وكنقول يا ربي انا ما عنديش من غيرك، يا ربي وقف معايا لاني ما عندي حد. طبيعة الحال عندي مامتي واختي فكيبقاو الرقم واحد وما نحتاج انني نشكرهم ولا الله يخليهم ليا، فداروا معايا قدر المستطاع. الله يكون الحساب، كل واحد عنده ظروف وكل واحد الحمد لله. لقيت مامتي واختي لدرجه ماما مسكينه كتقدا خضيره، هذا الدجاج، هذه كتصيفطهم ليا مع خويا كيجيب لي تقديتها للدار. الحمد لله لقيتهم وقفوا معايا. ما نكذبش عليكم البنات، هنا في هاد الظروف الصعيبه بلوسي. تخيلوا معايا البنات كنقول يا رب وقف معايا، كيتسدوا عليا البيبان وتنبكي وكنتقرب من الله وكنقرا الدروس. البنات اللي ما علماتهمش ليا لا مدرسه لا والو، علماتهم ليا الحياه، جلوسي وبان في الصوره. وفي هذاك الوقت اللي انا كنفكر وصلت الوقت ديال السيده خصني نعطيها فلوسها، قدرت البنات وقف معنا لوسي، الله يكبر بيا، الله يسهل عليه، يا ربي توقف معاه. عمرني ما ننسى خيره. تخيلوا وليداتي كساليه، وليداتي جا في الوقت ديال العيد، ما كنت وليداتي صافي البنات والله العظيم الا كنقول وليداتي بلا كسوه ما يهمنيش، كساليه وليداتي يقدر يعاون خوه. عطينا السيده تواصلت معها قلت لها عطيناها 10,000 درهم، يعني لغينا الاتفاقيه وداكشي اللي كتبنا العهد بالدين. كتقول لي لا ساره انا ما درتش معك هكا، لا ساره انا بغيت نخلي الاجر ديالي يثبت. قال لا احنا ما كلفناش على راسنا، احنا بالعكس قادرين نعطيوك هذا المبلغ وتعود كل شيء، اللهم لك الحمد. وما سالاتش هنا البنات، ما سالاتش هنا. لوسي دار داكشي اللي قدروا الله عليه، الله يجازيه بخير واكيد تحسب له. بغيت ربي يسهل عليه، انسان طيب بكل ما تحمله الكلمه من معنى. وانا كان ما نكذبش عليكم في الظروف لقيت الويسي، بصح الويسي بجوجهم لقيتهم وقفوا مع خوهم، الله يجازيهم بخير، ووقفوا مع خوهم بصح نيت واخا ما بانوا حتى الاخر، لان الظروف ما كانوش هما بالحق. منين عرفوا داكشي راه بانوا، تحسبوا لهم الكبيدات. ما سالتش هنا، بقينا كنتقاتلوا على الكرا، المصاريف كتجيني الطريطه، كي خصني نخلص الطريطه ديال الدار لانني دفعنا كريدي ديال البنك عطاتنا الكريدي. وانا كما دويت مع النوطير البنات ف3 شهور كافيه انني نكون استلمت المفاتيح ديال الشقه ديالي، ولكن البنات للاسف فداكشي بقى معطل. ما مهم ما غندويش في لي ديتاي، فدابا طالعين في 8 شهور. مساله هنا البنات كان خصني نخلص الكرا، خصني نخلص الطريطه، المصاريف. البنات شوفوا، عام ديال المعاناة، موجة كتلوحني الموجة. وانا بزاف ديال الناس ما فاهمينش ما عارفين صار باش مرات علاش، لانني بصح ما كنتش الدماغ ديالي كان كي كنقولوا بلونطي، ما كناخذش افكار، ما كندخلش، ما كان مضيخه بيا الوقت، ضيخه بيا كلشي، ضيخه بيا، ما عارفه ما ندير. مره كنطلع فيديو، مره كنعاود نطلع فيديو. شنو اللي كيهمني ان قناتي تحل، ان قناتي ما يبقاش المشكل، ان نقدر نتخلص. واليومنا هذا انا مازال عندي المشكله البنات في هذه القناه اللي غنحط لكم فيها نيت هذا الفيديو. كنتمنى ان تكمل ديك 1500 ساعه باش يتحل لي المشكل في قناتي. علاش البنات؟ الا تحل لي مشكل في قناتي فانا عندي ديون كبيره
مع ناس اللي عاطريني وواقفين معايا حتى لدابا، منهم زينب، منهم مرت الوس اللي عطاتني المفاتيح ديال الدار دابا، منهم بزاف ديال الناس عاطريني لان عارفين ساره كيفاش دايره. كنتمنى البنات توقفوا معايا انني نكمل هاد التسويعات، وكنتمنى قناتي يرجع لها الارباح. وهذا ما كان الكبيدات ضروري كويس ديال اتاي. قلت لكم البنات من بعد صافي غرقنا. كنقول او بطبيعه الحال فاللي يساعدك مره ما غاديش يساعدك بزاف المرات. الله يسهل على كل واحد يا ربي. بالحق الكبيده ديالي اللي سلفتني 2 مليون البنات بقات واقفه معايا ومدت لي يديها معنويا ماديا. تخيلوا البنات كنوقف. كانت مسكينه عاونتني في عيد الكبير. انا ناقشت معايا الامر، قلت يا ساره شنو دير في عيد الكبير؟ قلت لها حبيبه ديالي انا ما تنفكرش فيه، ما عنديش خاطر، انا كنخرج في اي لحظه مستقراش الكرامه عندي ما ندير. قالت لي لا حاولي هذا الوليدات شي سامي واسماعيل وعليك التقليده ساره الا ما درتيهاش. فبطبيعه الحال درتها. كنت ولو وقعوا بزاف د الحوايج اللي كانوا غيغيروا زعما الحال، مي درتها. خديت الحولي وفرحت كل الوليدات وفرحت حتى هي. الله يسهل عليها يا ربي، والله يرحم الوالد ديالها ويعطيه قصر في الجنه ويرحم جميع المسلمين. ما زالت هنا داك الشهر البنات هبط عند مولا الدار، ما عنديش باش نكمل الكرا. عندي واحد لافونس ديال الماوطو خديتو من عندها، قلت لها كملي بهذا. وخلصت الماوطو واخده انا معاها الويفي. فصافي البنات قلت لها الشهر الجاي غنخوى على اساس انني غناخد التسوال ديال الدار. فمشينا عند النوطير دوينا باقي وخا ولو ان 3 شهور كافي انني نكون سالمت التصويرات ديالي فباقي. وانا بنيتي بطبيعه الحال فما عندي ما غادي ندير الا غادي ندير داكشي اللي كيقولوا بطبيعه الحال. فهادو الامور واضحه وضوح الشمس، لا داعي اننا نحكرون ونهضروا فيها. هاد الشهر كله دوزناه رعب، ناري غنديرو، فين غنمشيو، كي غنديرو. حتى لهاد السيمانه البنات كنتفاجئ ان لوسي غيعطينا الدار واستلم المفاتيح ديالو، الله يكمل عليهم بالخير. هو بطبيعه الحال في دارو قال لخوه هاكا السويرتات اخويا، حيد من الكرع على ما تاخذ السويرتات ديالك. فما بالكم الكبيدات هادشي كامل اللي طرا ليا مش عادي. الله يخليكم الكبيدات، خليو لي التعاليق ديالكم. ما بغيت نعاود لكم القصه حتى نخرج من الازمه، لان ما يمكنش انا في الازمه وغادي نهضر على الازمه. فبالعكس خليتها حتى الاخر، لكل بدايه نهايه. الكبيدات ديالي تنشكر الناس كاملين اللي ساندوا ساره ماديا ومعنويا، وتنشكركم من كل قلبي، وتنقول لكم الله يسهل عليكم. وكنقول لكم في هذا الفيديو اللي دار شي حاجه وما ذكرتوش يطلع ويقولها، يطلع ويقول لي الله يمسخك يا الكذابه، ولا يا هاد الكلبه، ولا يا هاد الحماره. كبيدات ديالي كنتمنى انكم تعذروني على الاغلاط اللي كنت كندير معاكم، والناس اللي كيسحبوني انا كنكذب. ما غنوصلش هنا الكبيدات وغنقول لكم انا استلمت المفاتيح ديالي. فبطبيعه الحال كلشي غيبان كذوب. هذه هي القصه ديال ساره من الاول حتى الاخر. كنشكركم بزاف وتنتمنى التعاليق ديالكم. وقصتي ماشي المتعه ولا للفرجه، ولا بالعكس للعبره. حتى شي واحد ما يقول انا عندي شي حد، وما تعطيوش بزاف لانكم ما غتاخذوا والو. فالعطاء بعض المرات تيكون مدلة. العطاء بزاف اكثر من القياس فكيكون مدلة. ما حاليكم.